أختي الكريمة، أنت تتكلمي عن الإسلام وبلد الإسلام، ثم شعيرة من شعائر الله وقفتها عيد الأضحى، ماذا بك تكلمين عليها؟ توضحي خوك لنا اخويا، الناس اللي تسمع فينا. هذه جاوبني على المستوى قرآني هذايا التماثيل، جاوبني على قرآني منتج. التماثيل ابدأ. ونجاوبك على عيد الأضحى. اسمح جاوبني لي على اسمح لي التماثيل. نجاوبو. تكلمي على انت جبت لي واخا كلمه. شاعر من انير شعائر واخا الله. انير غير بلاتي. شوف ابو قصي، ربما غادي تتفاعل مع الاخت وانا نتفاعل معك. فاش كتكلم على شعائر الاسلام، افتح المايك ابو قصي، افتح المايك، غير افتح المايك. تفضل. يعني فاش غادي نتكلموا على الدين الاسلامي خصنا نتكلموا بالشريعه، ياك؟ تفضل. نعم. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كيقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. عارف الآية؟ نسمع فيك خويا، كمل نسمع فيك. عارفها ولا ما عارفش القرآن؟ ولا أنا نقرأ نسمع لك؟ خويا. لا غير لا، بغيت فاش بعدا نعرف. ما عارفهاش يعني ما عندكش الدليل. برافو لك. واخ الله سبحانه وتعالى كيقول لك يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج. واخا الله سبحانه وتعالى قال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هنا فاش كنجيو لهذه الأضحية كاين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت على أنه ذبح كبشين أملحين وقال اللهم إن هذا مني وإليك، وذبح الثاني وقال اللهم إن هذا مني وعلى أمتي. يعني فهمني هذه كيفاش. أبي أسألك سؤال خويا العزيز. لا خلي غير باش قبل ما هذا يعني هنا معليش رسول نتحاور الأمة معاك فاش برك، غير تحاور معاك الله يفتح عليك. غير باش نمشيو غير دقة. فاش قال اللهم إن هذا مني وإليك ذبح عن نفسه وقال اللهم إن، ذبح الآخر وقال اللهم إن هذا مني وعلى أمتي، يعني أمته المسلمين. نعم. لماذا ذبح عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ذبح الناس اللي ما تقدرش، اللي ما راهيش قادره تذبح، اللي عندها ظروف عسيره كما يقولوا. النبي عليه الصلاه والسلام راه كما يقولوا خلفهم ذبح. وعلاش حنا كنقولوا هذه الظروف اللي هي عسيره والرسول صلى الله عليه وسلم ما عندك الكل قطر كتنصح. غير بلاتي. علاش ما نقولوش بما ان هاد الناس ما عندهمش، اذا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما عدلش بين هاد الناس باش ما كانش عندهم، ياك؟ نسقسيك المغرب كامل، المغرب لا غير كما يقولوا من الشرق للشام. اسمح لي غير بلاتي، ماكش خليني نتكلم على بالك، راك تقاطعني. لا ماشي تقول لي المغرب باش نجيو غنرجع لك للمغرب. شنو عندكم النسامه؟ اسمح لي برك، شنو عندكم النسامه؟ غير باش نوضحوا. يواجبني كمال على اكثر من سؤال. شنو عندكم النسامه؟ اسمعني الاخ معليش واجبني برك الله يفتح. شنو عندكم النسامه؟ غير شويه بشويه. دابا انت كتهضر بالدين. لا معليش نسقسيك، شنو عندكم النسامه؟ غير بلاتي، غير واش انا نجيك للنسامات وكل. لا بالك شرح واجبك، على بالك تهرب لي كمال. غير بلاتي ونجيك الكل. غير شوف كل حاجه النقط على الحروف، يعني كتهضر في الدين. واخا دابا هنا فاش الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح عليه وعلى امته، ياك؟ ومع العلم انك انت ما جبتيها صحيحه، قلتي الناس اللي ما عندهمش، فهمتي؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان عادل في الحكم ديالو، كان كياخذ من اموال المسلمين ويعطي للمسلمين. لذلك هنا فاش كنجيو نشوفوا هذا اللهم ان هذا مني وعلى امتي، الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان دعا الله ينزل الاكباش شماكين عليه من السماء. علاش الرسول صلى الله عليه وسلم قام بهذا الفعل؟ اي بمعنى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. يعني غتجي ايام وغادي تجي جفاف، يعرفوا المنطقه واحد الندره في المواشي وما الى ذلك. لذلك يحق للحاكم، ماذا يفعل الحاكم حين ان وصلنا الى ان يذبح عن شعبه، أن يذبح عن شعبه، ما دام أنها سنة مؤكدة على الحاكم أن يطبق السنة ويذبح عن شعبه نيابة عن شعبه، وتقبل تلك الشعيرة للشعب كامل. لكن الفريضة هي أداء صلاة العيد، الفرض هي أداء صلاة العيد. هنا كنشوفوا على أن الجفاف اللي ضرب المنطقة، ونظرا لمراعاة الناس اللي هما ذوي الدخل المحدود، والجفاف اللي ضرب المنطقة، وكنشوفوا على أن عرفت الثروه الحيوانيه واحد الضرر كثير ما كايناش عندنا، ما كاينش عندنا الماشيه. لذلك باش اننا نقدروا ندبروا الازمات ديالنا في الايام المقبله والسنوات المقبله، ونقدروا نكونوا قادرين على توفير هذه الشعيره، واللي الله قال سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. هنا فاش كنجيو نشوفوا هذا الدين من حرج، يعني الا بقينا كنذبحوا ذاك المواشي وما بقاتش بقينا نستوردوها، هنايا غيولي يشري الغني والفقير ما غيشريش ذوي الدخل المحدود. اذا هنا غنطبقوا شنو؟ القاعده الفقهيه المالكيه اللي هي كتقول درء المفاسد اولى من جلب المصالح. اي بمعنى نمتثلوا بالسنه، وهذا العام ما نذبحوش هذه الشعيره، ونقوموا صلاه العيد ويذبح علينا الحاكم، ومن بعد ذلك غندبروا الازمه ديالنا من اجل درء المفسده اللي غتبقى تجي سنوات وسنوات وسنوات، وما غنقدروش نحميو ذاك الثروه الحيوانيه. وحنا هنا شفنا على ان الملك محمد السادس بالحمايه ديال هذه الثروه الحيوانيه، اليوم عندنا 40 مليون راس ديال الغنم اللي هي كلها واجده للذبح،
والمتناول المواطن الخروف المخير في الخرفان كيسوى 300 اورو اللي هي 6 ملايين ديالكم، انتم كنشوفوكم اليوم جابوا لكم واحد المواشي اللي هي صغيره لا تجوز للاضحيه وجايبينها لكم من التشاد والثمن ديالها مرتفع. اذا لا هنايا لا لا ما لا لم لا يقم سامحني عبد المجيد لا ما تمرش بالغلط. لا لا كيفاش غير باش- بلد فيها 2 لا ملايين لا ما بلاد تمرش فيها بالغلط. 2 ملايين غير باش 2 ملايين و400 وشوف لا، 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 تروح لا، تجيب لا، من بلد قد ولايه وما قدرتش بهذيك هذا المساحه. الماك هذا. دوك تاع الماك جاوبني. اوكي عيب واخا واش أخ غادي أمير، نهضروا. أمير، باش غير نتكلم باش معاك باش باش نمشيو معاه مزيان 2 واخا. ملايين غير باش هذا نمشيو الماك معاه هذا، مزيان باش الاخ نتكلم. أمير. ونص غير باش نمشيو معاه مزيان الاخ امير. واخا هنايا كنجيو الاخ قصي كنلقاو على انه لا لا اسمح لي قطعت لك. نعطيك حق الرد، نعطيك حق الرد كله. يعني الملك محمد السادس قام من اجل درء المفسده، اش كيقولوا له، درء المفسده من اجل جلب المصلحه، وطبقنا الفقه المالكي السني اللي هو دين الدوله المغربيه. واخا هنا فاش كنجيو لتبون ما قامش بدرء المفسده، مازال يومنا هذا كتستوردوا الحاجه اللي كتكون مستورده هي اصلا العمله ديالكم طايحه والقدره الشرائيه طايحه، يعني الدوله غتستوردها من جهه اخرى بثمن غالي. هنا فاش كنجيو للشعائر، قول لي يا صديقي الله سبحانه وتعالى كيقول، الله سبحانه وتعالى في القران الكريم كيقول وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. والله سبحانه وتعالى كيقول وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والله سبحانه وتعالى كيقول انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. انت صديقي هذاك بيت الله اللي هو الجامع المسجد الاعظم في الجزائر، هذاك ليس بيت تبون، هذاك بيت الله. باي صفه انت خالفت الدين الاسلامي وانت ودنستوا الحرمه ديال الاسلام ودنستوا بيت الله ودخلتوا الفاتيكان كيقدي الصلاه ديالو اللي هو يدعو غير الله في البيت. الله كيقول لك وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. كيفاش دخلتي الفاتيكان ودنستي الاسلام ودخلت تماكن بالتمثال ديالو بالصليب ديالو كيدعي مع الله الولد والصاحبه؟ تفضل جاوب. شكون اللي قال لك شكون وين جبتوا هذا الخبر يا خويا العزيز؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ماشي انت ذاك الفيديو دار بوم العالم كلشي كيهضر عليه. يدخل المسجد الاعظم ويدير الشاعر تاعو. يا اخي راك مع جزائري، ماك تحدث مع مغربي حبيبي. ماشي اي حاجه احنا اي حاجه لا لا هذه والله يسمعوك يضحكوا عليك خويا كامل. بلا تسليما باش نخليك ترجع عند الاخت سيام. شوف ابو قصي يا صديقي باش نقول لك ربما بالك كبار العلماء الامر اللي درتوه. اسمع لي خليني نتكلمك معاك غير باش ابو قصي باش نرجعوا لواحد المساله. يعني غير لا ما خليتنيش مرة الفكره تاعي. لا راك تتهرب كبار العلماء. غير اسمعني باش نفهمك باش نشوف سؤال. شوف سؤالكم اسئلتكم نحن نجيب عنها، ولكن اسئلتنا تخسرون علينا ما كانش منها برك، راه ما كاينش. لذلك صديقي انت السؤال اللي سولتيني جاوبتك عليه. الا بغيتي تناقشني في هذا الشيء هذا جيب لي اهل العلم. صح انت راك تناقش فيك يا خويا، انت راك على اهل العلم. انا اهل العلم هذا ماشي احنا العوام. انا اهل العلم بحيث عرفتي واش اهل العلم. واش قالوا العلماء على بلاتي عرفتي علاش انا اهل العلم؟ لانني ما جبتش قلت لك ما جبتلكش بلاتي سليمان صاحبي باش تعرف شنو هو اهل العلم. واش قالوا كبار العلماء على العيد الاضحى اللي وقفته؟ واش قالوا كبار العلماء؟ اعطيني كبار العلماء واش قالوا. ابو قصي اسمعني عرفتي شنو هما اهل العلم؟ وشنو هو العلم اللي ما عارفينوش؟ هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. أنا فاش هضرتي معايا جبت لك الأدلة من القرآن الكريم. دابا الله والقرآن والرسول جبت لك الأدلة وأنت كتقول لي العلماء. العالم يصيب ويخطئ، إن أصاب فله أجر وإن أخطأ فإن أصاب فله أجرا وإن أخطأ فله أجر. أنت دابا حاليا عالم دين مسخر حياته كاع الدين هذا يدرس فيه. واش العالم ما كيغلطش؟ العالم يخطئ ويصيب، وعلى رأسهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه اللي هو كذلك عنده أخطاء، وكذلك البخاري ومسلم عنده أخطاء. ماشي انت اللي تقول عنده أخطاء، ماشي انت اللي تقول وصححوهم العلماء. مش تقيم انت الألباني ولا بن باز ولا الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه. وغير باش نوضح لك العلم، الإمام مالك رحمة الله عليه شنو قال؟ قال ابلات يا سليمان باش يعرف هذا مسكين غير طالع كيهضر. الإمام مالك رحمة الله عليه ما خليتنيش نتكلم. فسال العلم ديالو شنو قال؟ إن رأيتم كلامي هذا شنو يوافق ماذا؟ يوافق الكتاب. شنو هو الكتاب؟ هو القرآن والسنة الأحاديث النبوية فخذوه، وإن رأيتموه يخالف الكتاب والسنة فاضربوا عرض الحائط. صديقي أنا ما قلتلكش شي حاجة قالها الملك ولا قالها شي واحد آخر. الكتاب والسنة قلت لك احنا الكتاب والسنة هذا منين ناخذوه؟ أنا صاحبي ومن الأحاديث علي من ناخذوه؟ ما عندنا من كتاخذوه. انت القرآن هذا علي من تعلمه، علي من تقراه. كيفاش ما عندنا معلم من تقراه؟ القرآن سما تروح تحكم كمصحف تحفظه، والسنة تروح تقراها سما تولي فاهم السنة وفاهم الكتاب هكذا. أها أنا نسأل فيك.
أمثلة من القرآن وأمثلة من السنة. خليه هو يكلمني. انت وين تعلمت الدين هذا؟ كيف تعلمت الدين تاعك؟ غير بشويه شوف اصدقي باش تعرف دابا هاد الايات اللي قلت لك انا ما كاينينش في القرآن. انا نسال فيك راك علاش تهرب لي منها؟ قلت لك الدين انا غير كنسولك صاحبي الايات اللي قريت لك انا واش كاينين في القرآن ولا ما كاينينش؟ كاينين. التفسير تاعهم وين جبتوا انت التفسير تاعهم؟ هاكا انا راني كنقول لك هذا الشيء اللي قريته في القرآن الكريم والتفسير ديالو ديال الطبري. وجبد دابا التفسير ديال الطبري وقرا الايه اللي هي كتقول يا ايها الذين امنوا وما جعل عليكم في الدين من حرج، وشوف شنو كيقولوا العلماء رضي الله عنهم ورحمه الله عليهم شنو كيقولوا على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي ذبح كبشين املاحين. لان اش كيقولوا له الشعيره ديال العيد سنه مؤكده والفريضه هي صلاه العيد. مثلا نعطيك راه كاين الفرض وكاين السنه وكاين الفرض عين وكاين الفرض كفايه وكاين السنه المؤكده وكاين السنه المستحبه. يوجد الفرض اللي هو فرض عين واجب على كل مسلم كصلاه الصبح وصلاه الظهر وصلاه العصر، وكاين الفرض كفايه. الفرض كفايه مثل صلاه الجنازه اذا قام بها البعض سقطت عن الكل. كاين السنه المؤكده اللي هي تطابق الفريضه، وكاين السنه المستحبه. لذلك هادشي هذا ما تعرفوش يا صديقي. حنا المغاربه اهل العلم. حنا اللي تعرف غير الشيخ فوزان انت. سمعت تعرف غير الشيخ فوزان انت. قول لي شنو قال الشيخ الفوزان. يروح شوف على الشاعره اللي وقفتوها تاعي. قول لي يا صاحبي قول لي الشيخ الفوزان شنو قال لي. يروح اسمعها انت، ما نقولها لكش انا، روح اسمعها انت في الفتوى تاعو. شوف يا صديقي الرسول صلى الله عليه وسلم قال باش ندخل معك في واحد الايديولوجيا كيقول لك رب عالم بعلمه لا يعملن معذب قبل عباد الوثن. كاينين علماء الضلال اللي هما كاينين في السعوديه اللي هما الوهابيه ومتابع الاخوان المفلسين اللي هما كيبغيو يخرجوا بداك الفكر التكفيري. وغا باش نهضر معك انا اصلا ولا ربانيه تقول عليهم انت مفلسين وهابي. يا صديقي صديقي انا فاش كتهضر لي على الفوزان صالح الفوزان هذاك جيبو انت يلمع لك الصوره السياسيه بلادك في قلب الجزائر. الا جيتي تتكلم غا بلاتي يا صاحبي. لا كنت تطعن في العلماء خويا سامح لي خويا. ما كنطعنش انا غير واش غادي ناخذوا واش عجبك الفتوى ديال صالح الفوزان؟ لا خويا كي تطعن في العلماء خاطيني لحومهم مسمومه. واش عجبك صالح الفوزان الفتوى ديالو؟ جيب انت المستوى تاع صالح الفوزان تكلم، ما تقدرش تكلم على صالح الفوزان. انا معاك في صالح الفوزان نبقاو فيه هنايا وانا مع العلم. اسمح لي خويا كي تطعن في العلماء لا اسمح لي كمان انا نهبط خويا سامح لي. في العلماء ما نقدرش نكمل معاك خويا. صاحبي لا غتاخذ بصالح الفوزان اجي ناخذو به ما عنديش مشكل، حيت ملي غادي نجبد لك صالح الفوزان شنو كيقول وغتاخذ به خصك تكفر تبون. نجبد لك دابا صالح الفوزان شنو كيقول لعمك تبون لذاك عباده الاضرحه اللي مشى لذاك الزاويه التيجانيه اللي فيها الضريح ومشى تما كاين كيسجد لذاك الشيخ التيجانيه. سير شوف الوهابيين شنو كيقولوا. لا غناخذوا بالفوزان اجي نشوفوا الفوزان شنو كيقول على الشريعه ديال العيد على هذه الشعيره ونشوفوا صالح الفوزان شنو كيقول على داك تبون اللي مشى كيحني على يديه ورجليه للزاويه التيجانيه تما كاين عندكم ومشى للضريح بدا كيتمسح به. يعني كيقول لك شرك وانما المشركون نجس فلا يقرب. يعني انت راه ما خصكش تبون، خصك تمشي تخرج على الحاكم. صالح الفوزان يدعو للخروج عن الحاكم الظالم. مادام ثبت الفوزان فخصكم تخرجوا على الحاكم ديالكم. هذوك هما اللي كيدعيو الخروج عن الحاكم. صالح الفوزان سلمان العوده هذو هما اللي كيدعيو للحاكم. ولكن علاش ما نشوفوا صلاح الدين اش كيقولوا له كمال الشيخ الالباني نصر الدين الالباني رحمه الله عليه مجدد الدين في العصر شنو كيقول على الشعائر ديال الاسلام. نشوفوا بعدا حنا نشوفوا مجدد الدين العصر. اما هذوك اللي كيخدموا الايديولوجيات ديال حماس وقطر وديال كذا وحنا معاه وكذا، واللي هو هذا صالح الفوزان قال لهم والله لن تخرج سوريا من العراق حتى يضعوا كيحلف بالله حتى يضعوا على نفسهم حاكما يحرر فلسطين. فين هي فلسطين؟ عطاهم السويداء. فين هو الحلف ديالو؟ غير باش يحرض باش تبقى تما كاين ايران كتقتل في المسلمين سنه ويخدم. انا ما ندخلش معك في هذا الموضوع لانه اكبر منك بكثير صاحبي. حنا كنشوفوا العلماء المعتدلين الغايه ديالهم نشر الوعي، ماشي الغايه ديالهم خدم ايديولوجيات قطريه وخدم ايديولوجيات بريطانيه وخدم ايديولوجيات ديال الشيعه كيشدوا الفلوس. ولا غتهضر على صالح الفوزان سير قول صالح الفوزان ما رايه على الشيخ اش كيقولوا له خالد الراشد اللي محكوم ب 20 سنه على خطبه الجمعه في قلب السعوديه ديال يا امه محمد اللي داك الدرمار كيدار داك الصوره الموسيه. علاش مازال كيوالي واحد الحاكم اللي هو دخل عالم اللي هو دافع عن الاسلام الشيخ خالد الراشد 15 سنه دابا راه ضرب 22 سنه وما بغاش يتخرجوه من الحبس. علاش جالس؟ كاينين علماء القصور وكاينين علماء السجون. خالد الراشد العلماء اللي هما في السعوديه خصهم يتبعوا النظام السعوديه، ما غاديش يجيو يوعيو الشعب. لذلك علماء السجون راه هو خالد الراشد خرج يا امه محمد راه هو في السجن 15 عام عطاوه دابا ضرب 22 عام. وصالح الفوزان تما كاين بحالو شي صالح الفوزان بحالو بحال جولدا ماير. صالح الفوزان بحالو بحال يهود باراك. صالح الفوزان بحالو بحال
داك اللي كيستعدوا بهم الشركات بي جي ار جروب. صالح الفوزان غير كيلمع الصوره ديال الدوله، كيتخلص هذاك كيخدم مشروع سياسي بالدين، فهمتيها؟ هذاك صالح الفوزان كان غيجيبوا عمك تبون للجزائر باش يحقق الدبلوماسيه الدينيه ديال الامارات المؤمنين اللي توغلت في العمق الافريقي، غير باش تفهمها. ها علاش كنتوا غتجيبوه؟ وشكون اللي خرج ضده؟ خرجوا ضده التكفيريين، خرجوا ضده الجماعات اللي عندكم بلا ما نذكروا السميات ديالهم باش ما يطيحش اللايف. لذلك ولا عبد المجيد تبون شنو دار؟ قال له خير الامور اوسطها، وجاب لكم البابا الفاتيكان، وما وراه كان غيجيب لكم صالح الفوزان. انا متبع الشق السياسي الديني ديالكم انايا اكثر منكم في الجزائر، وما وراه كان غيجيب لكم صالح الفوزان. جبد لك الاعلان ديالكم في الشروق بانه تبون سيستضيف صالح الفوزان باش انكم تضربوا في الدبلوماسيه الدينيه، وفي التالي خرجونا كان ينوض عندكم صراع الطائفه تما كينوض تشي كيشير على شي ويجبد لكم الصفحات ديالكم الفيسبوكيه ديال انستغرام كيتشيروا بيناتهم، الشيعه مع الزاويه التيجانيه مع الصوفيه القبوريه وداك الشيء كامل نايضين عندكم. في التالي شنو دار؟ ايوا قال له خير الامور اوسطها، جاب لكم باباكم الفاتيكان. علاش جاب الفاتيكان؟ باش يلمع الصوره ديالو، هو كان غيلمع الصوره ديالو عن طريق صالح الفوزان. ومن بعد جات الضربه مباشره مع السعوديه، ما قدرش يجيب صالح الفوزان لانه السعوديه كانت كتخبط فيها قطر، يعني غادي يولي يتخندق عاوتاني كذلك مره اخرى. ايران ما غتبغيش هذا الشيء، لان منين ناضت الحرب ولا صراع ديني وايديولوجي بين ايران وبين الدول العربيه. يعني ايران جايه عندكم للجزائر باش تنشر المشروع الصفوي ديالها السياسي، وانتم غادي تجيبوا صالح الفوزان. هذا محاربه لنفوذ ايران، وغادي تولي دير لكم المشاكل. مالك اصاحبي تجي تورينا انت الشيوخ، زعما حنا ما كنعرفوش. انا يا راه عندي شيوخ اصاحبي في المغرب، راه اقدم جامعه عربيه اسلاميه واللي هي كتنشر الاسلام السني المالكي اللي ما كاينش شي جامعه في العالم بحالها. عندنا الشيخ الغازي الحسيني رحمه الله عليه اللي كون شيوخ وعلماء اللي هما اصحاب الفتوى. عندنا متن بن عاشر، وعندنا الاجروميه الفقه المالكي اللي هو خرج من المغرب، انت اللي كتقراه دابا، انت اللي كتقراه في الجزائر وغادي عليه العلماء. الولاء ديالكم خصكم تكونوا الجامعات القرويين، فهمتيها ولا ما فهمتيهاش؟ دابا انت منين جاك عبد الواحد بن عاشر؟ منين جاك؟ علاش كتقراو نتوما كتقراو المتون ديال عبد الواحد بن عاشر؟ علاش كتقراو عندكم في المساجد؟ منين جاك؟ جاك من عندي. يعني اش تمشي انت للسعوديه الولاء ديالك انت لشي جهه اخرى؟ ايوا منين كتقرا متن بن عاشر والاجروميه جي واليني قول لي شنو عندك. انا في مدينه فاس نهبط لك دابا المكتبه ونجبدوا لكم تما. وثاني حاجه العلم ما يقول لك شنو عندي، خصك تعرف العلم شنو فيه، فهمتي؟ لانه اللي قاري القران خصك تشوف القران فيه، ماشي يقول لك انا حافظ القران. لذلك مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار. عمرك شي واحد تلقاه عارف حافظ القران يقول لك انا حافظ القران، خصك تشوف فيه العلم ديال القران. وحنا المغاربه بلد الحفاظات المليون غير كتصنيف في اليونسكو، ولكن اكثر من 3 المليون حافظه وحافظ لكتاب الله. نحن اهل العلم وانتم اهل الضلال. باش هذا يعني ثاني حاجه. انت منين قال لك وما كان لمؤمن وما لا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا، انا قلت لك قال الله وقال الرسول، كتقول لي قال العالم. شنو غيقول لي العالم؟ دابا الله قال والرسول فصل، والعالم تقول لي قال العالم. انا قلت شي قال شي عالم؟ انا قلت لك قال رسول الله، على انه روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. جبت لك الحديث انه ذبح كبشين. مشيتي كتقول لي انه كانوا عنده ناس ما عندوش ما كاين الناس فيهم. يا الرسول تما كانوا الناس عنده ما عادلش فيهم شي، عنده بحال تبون 10% تذبح البقر و90% يجيب لهم الكباش رومانيه تما كاين فيهم الكرات تما كاين. هذا عند بالك الرسول هو الحكم ديال الجزائر ولا؟ الرسول راه كان كيعدل، ولكن راه شي حوايج الرسول صلى الله عليه وسلم دارها ما كانوش كيمروا بهذاك الناس في الازمات. باش تعرفها الرسول راه ما كانوش كيمروا في الازمات، لان كانوا عندهم الصحابه رضوان الله عليهم كانوا عندهم اللي يهزوا داك الامه الاسلاميه بالاقتصاد. وهذه القضيه رسول الامه كان يدير حجره على كرشو ويمشي يتجبد على شجره وينعس ويبقى هادشي داروا غير بحال التبون ديالك كيدوخوا بها عباد الله. يقول لك زعما الرسول عاش في الفقر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الم يجدك يتيما فآوى، عطاه ولدته امينه ورضعته حليمه، واعطاه امهات. الم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا ما عارفش فهذا ووجدك عائلا ما عندكش فأغنى. رسول الامه كان غني. رسول الامه ماشي الفقر ديال اللي كيهضر عليه الفقر ديال الفلوس، راه كيهضر على الفقر ديال العباده. اما بلاتي يا صاحبي، اما فاش كيجيو للجزائر ويقول لك ها رسول الله كان عنده حجره دايرها هنايا ويربط على كرشو، وتخيل ابو بكر الصديق غارجه هو مكسل فيه الجوع، وعمر حتى هو فيه الجوع، كيبان لك الاسلام تخيلهم انت كان لابس شي خنشام وجالسين مجوعين والمشركين منورين وهما يعني هذوك داروها بحالكم انتوما، داروا بحال هذه الانظمه ديالكم باش يدوخوا شعوبهم. قالوا الفقر ليس عيبا، والفقر ليس عيبا. شكون اللي قال هذا الفقر ليس عيبا؟ انا نقول لك شكون اللي قال هذا الفقر ليس عيبا. وراه جا موراه هادشي كيفاره شنو قال لهم؟
قال لهم كان يريد أن يقول أن الفقر ليس عيبا وإنما جريمة فصفق الأغنياء فاسكتوا. صحيح. تشي جيفارا قال لهم صفقوا الأغنياء فاسكتوا، يعني هو كان غادي يقول الفقر ليس عيبا وإنما جريمة. بقاو واخدين لهم في الجزائر كي قال لهم الوزير الفقر ليس عيبا، ولكن تشي جيفارا اللي قال لهم كان يريد أن يكمل ليقول أنه جريمة فصفق الأغنياء فاسكتوه. دابا هنايا قال لهم تا هذا الوزير قال لهم الفقر ليس عيب، الأغنياء كيصفقوا والفقير مسكين خلينا نشوفوا شويه الهواري بومدين والاخ سامي علي سامي. اهلا سامي، شحال هذه ما شفناك طولتي. هواري بومدين السلام عليكم. انت كمان تقولوا واخا دراك بكري هضروا. نتوما قاعدين تقولوا الجزائر ما كانتش بكري ودارتها فرنسا وما على باليش وكذا وما كنش مأمنين باللي حنا اللي كنا حاكمين البحر. تعرف ايسلندا ولا ما تعرفهاش؟ ايسلندا تعرفها؟ ايسلندا دابا اش دخل ايسلندا في الجزائر في فرنسا باش نعت لك باللي كانت الجزائر 1627. وعلاش تنعت لنا ايسلندا باللي الجزائر كانت 1920؟ نعت لي انت نيس قول لي شنو هي الجزائر. لاش كبرني نعت لي انت لاش تنعت لي انت ايسلندا؟ انا فاش كنجي دابا انت تحتاج ايسلندا تجي تقول لي انت واش عندك شي حاجه تاكد لي انكم كنتوا دابا ايسلندا عارفه شي حاجه ما عارفيناش نتوما ولا انتوما كنتوا دوله وما عارفينش راسكم؟ لا ما تقولش سد المايك سد المايك. واخا غادي نحلوا له الكاميرا، نكبلوا نديروا له الكاميرا نشوفوا واش عنده بعد العدد ديال الكاميرا. اما عندكش الهواري القضيه ديال الكاميرا، بحيث عندك 12 متابع والكاميرا خصك 1000 باش تفتح الكاميرا. جيب الكونت ديالك الحقيقي واجي طلع جيب الكونت اللي فيه 1000 ونفتح لك الكاميرا ونكبرك نديرك في العماريه وورينا ايسلندا شنو. ساعه ورينا ايسلندا ماشي جيب الكونت صافي الهواري. سيام خويا كمال بوخروبه 1627 شكون كتحكم الجزائر؟ 1627 قلتي شكون كتحكم الجزائر؟ قلت لك اصبر نجيب الكونت. يجيك الرئيس حميدو. الرئيس حميدو يلا منين نجيب الرئيس حميدو بلاتي يا شيخ جمجومه خليه يجيب لنا بعد الرئيس حميدو باش نقدروا حنا. شوف حنا ما نقمعوه. كان في 98 الله يخليه. شوف حنا ما نمنعوهمش من الادله. انا بالعكس كيعجبوني يجيبوا الدليل. دابا غير هو المشكل دابا هو جزائري ما عارفش كانت عنده الدوله ويمشي لي لايسلندا هي اللي غتوريني الدوله. كتعرف ايسلندا في هذه الفتره اللي كتهضر عليها التاريخيه شنو كانوا كيلبسوا ولا كانوا كيعيشوا بحال طرزانات كيلبسوا الصايات وغاديين يجريو في الخلا. واش عارفه ولا ما عارفه؟ يعني ايسلندا في هذه الفتره براسها خاصها شكون اللي يقول لها راكي دوله. تفضل سامي تفضل. ماسينيسا تعرفها ماسينيسا؟ واخا بلاتي ورجعوا لك الماسينيسا غير شويه ترجع لي للتاريخ الغابر العهد الحجاج. هو جايب الرئيس حميد. انا تاريخ الجزائر هذا يا شوف سليمان هذا راه كيهضر لنا على تا 1666 ميلاديه اي بمعنى 1100 هجريه. دابا انت راك مشيتي لي للعصور الغابره قبل الميلاد يعني العصر الحجري مازال غنمشيو بلاتي يا صاحبي نمشيو غير عصر هذا مشى تمشي لي حتى العصر الحجري. خلينا نفكوا بعد العصر الهجري يا صاحبي. ومن منين نساليو هذا الشيء هذا 66 نرجعوا معك عاوتاني للعصر الحجري ومنين نساليو من العهد الحجري نمشيو للعصر الديناصورات. ما عنديش مشكل تغلبوني انا في حاجه واحده ان ادم انتم كنتوا قبل ادم هذيك تغلبوني فيها قبلت في عهد الديناصور عصر الديناصورات هذه مزيانه. سامي السلام عليكم. انا نوليو نطلعوا الرئيس حميدو قال لك سامي خليني مع هذا الرئيس حميدو قبل ما نمشي 1627. ايه ممكن الرئيس حميدو هو كان رئيس بحر يعني قائد. شوف معايا اقرا مليح ممكن ما تقاطع شيء وفهم واحد تونسي. الرئيس حميدو خلي سامي بعدا. الكونت ما قالكوش دير القصه تاع الرئيس حميدو. قال لكم الرئيس حميدو كيرجع بواحد الكونت الرئيس حميدو طلعوه به من رئيس البحر. بلاتي يا سامي بلاتي يا سامي صبر معنا. خلينا نشوفوا بلاتي صبر معنا بلاتي دقيقه سامي. في ايسلندا خذيو الكنوز نتاعها هزوا معاهم عباد من هنا من ايسلندا باش نوريكم هنا اللي سد المايك يا سامي سد المايك خلينا نسمعوا. من افريقيا وصلوا لهنا وصلوا حاطينها هوني كيما نشوفوا هنا بالشاشيه معاونينهم هكا كيما الجزائريه وكيما العرب. جاو قراصنة المنطقة هذه الجراندفيك المنطقة اللي موجودة في ايسلندا. قال لك فما قراصنة جاو من افريقيا وتحديدا من الجزائر جاو لهنا
المنطقه هذه جرانديفيك اللي هي موجوده في ايسلندا، خذاو الكنوز نتاعها، هزوا معاهم عباد من هنا من ايسلندا. باش نوريكم هنا اللي الجيريان بايرت ريتس جاو من افريقيا وصلوا لهنا، والصوره حاطينها هوني كيما نشوفوا هنا بالشاشيه، معاونينهم هكا كيما الجزائريه وكيما العرب. جاو قراصنه المنطقه هذه الجرانديفيك، المنطقه اللي موجوده في ايسلندا. قال لك فما قراصنه جاو من افريقيا وتحديدا من الجزائر، جاو لهنا المنطقه هذه جرانديفيك اللي هي موجوده في ايسلندا، خذاو الكنوز نتاعها، هزوا معاهم عباد من هنا من ايسلندا. باش نوريكم هنا اللي الجيريان بايرت ريتس جاو من افريقيا وصلوا لهنا، والصوره حاطينها هوني كيما نشوفوا هنا بالشاشه. سمعناه راك تاخذ شراي فرنسا هذاك محتل وكذاب هكا تقفلوا قيعانكم. يعني ما فهمناش دابا ما فهمناش. زيد شرح لنا جزائريين وصلوا ايسلندا. ايوا كمل القصه. راح تقصر شرح لك زيد شرح البحرين. واخا هذا قال لك كانوا يجيو هذوك ما كانوش ياكلوا. صبر عليا سامي باش من هذا نشوفوا الاستاذ حميد. هذا الرئيس حميدو دابا هذا شنو جبتي لنا تما؟ شت واش جبت لك؟ شنو جبتي لنا؟ انا شنو جبتي؟ قولنا اشرح لنا. تقول ما شفتش ما سمعتش. سمعنا ولكني ما فهمناش. فهمنا. صبر سامي خلي بعد يكمل. سامي نعطيك كلمه اخي. نعاود لك باش تفهم. كيفاه؟ عاود لنا. نعاود لك. قال لك شنو فهمتي من ذاك الفيديو؟ عاودوا لنا شنو فهمتي من ذاك الفيديو. جاو من افريقيا وصلوا لهنا، والصوره حاطينها هوني كيما نشوفوا هنا بالشاشيه، معاونينهم هكا كيما الجزائريه وكيما العرب. جاو قراصنه المنطقه هذه الجرانديفيك، المنطقه اللي موجوده في ايسلندا. قال لك فما قراصنه جاو من افريقيا وتحديدا انا بغيت نطرح عليك واحد السؤال. الله يرحم بها الوالدين كامل. واحد السؤال واحد ونسكت. غير سؤال واحد ونسكت. حيت انا هاد الحديث هذا لا تا خويا جمجوم غير عطوني غير دقيقه. غير سؤال واحد ونسكت. ما فهمتوش غير شوف الصوره كامل. راه الصوره مهمه، ماشي مسألة الصورة. غير بلاتي الرئيس حميدو هذا شنو قال؟ شنو كانوا كيجيو من افريقيا لايسلندا؟ شنو كانوا كيجيو تما؟ هذا سائح. اصبر. هذا التوانسه مش كيما نتوما. التوانسه يخرجوا ويحوسوا ويعرفوا التاريخ. دابا غير بلاتي دابا هذا كيهضر على الجزائر ياك. دابا دوك اللي كانوا كيمشيو السياحه لايسلندا. بلاتي الرئيس حميدو دابا راح لايسلندا فوجئ بوجدة لافتة مكتوب عليها أن الجزائريين وصلوا إلى إيسلندا سنة 1667. يعني القراصنة الجزائريين حيث قاموا بهجوم على بعض القرى وأسروا عدد من السكان. يعني قراصنة جزائريين مشاو لإيسلندا وهجموا على قرى بارزة في تاريخ إيسلندا. صافي هذه كان رقم واحد. بلاتي يعني قراصنة جاو من الجزائر لايسلندا وهجموا على قريه وداروا فيها المجازر ياك؟ ما داروش المجازر، داو الكنوز. ايوا دابا انت كنتي شفار قرصان وجاي كتقول لي كنت دوله. كاينه شي دوله شفاره؟ التاريخ نعت لك. ايوا هذا التاريخ راه كيسبك. هذا تونسي راه كيسبك اصاحبي. يعني كنتو شفاره في ايسلندا. بلاكا في ايسلندا كتبع ايسلندا ان الجزائريين كانوا حاكمين الاسطول. يا صاحبي غير بلاتي نفهمك قوي جدا. غير بلاتي نفهمك اصاحبي. شنو هو قرصان؟ كان تجي ما تقدرش تفوت، تسلك باش تفوت. حميد شويه. صبر سليمان اصاحبي نفهموا الحميد. هذا التونسي راه مشى شوهكم في قلب ايسلندا، وايسلندا دايره تاريخ تما كاين ديال الشفاره. شوف راه حتى فاش جاو العثمانيين لقاو تما كاين سالم التوميهي قرصان. اسمع ماشي كنقول 1627. لا ما غنسمعش اصاحبي. خصك انت تسمعني. الفيديو هذاك اللي جبتيه راك ضربتي كاع كلشي في الزيرو. جاو قراصنه من الجزائر شنو هما قراصنه؟ شنو هو القرصان؟ هو داك الشفاره اللي كانوا القرصان هو السارق في البحر، الشفاره د البحر. يعني كيتعرضوا للسفن ديال الدول، فهمتي؟ كيتعرضوا لارزاق الناس. شنو مشاو قال لك داروا؟ قراصنه جزائريين اللي مشاو لايسلندا. شنو جابوا الذهب. شنو داروا له؟ سرقوه. يعني شفاراش من دوله. ما علاقه هذا الشيء بالدوله. وايسلندا كتباها تما
ما فهمتش انا المغربي وما وصلتوش المغاربه الايسلندا لهاد اللوحه، وصلوا قبل منكم التوانسه ليا. قال لي الدوله لا للتذكير الرئيس حميدو اصله دنماركي ولا المهم تاكدوا باش نكونوا واضح. الرئيس حميدو اصله دنماركي، سرقوه مسكين طفل صغير، جابوه في الغزوات هذوك الساعه لما يكونوا قاموا بغارات داروا غارات صح، داروا غارات على شواطئ اسكندنافيا الدنمارك الحاليه ايسلندا. هذا الرئيس حميدو نفسه هو طفل صغير مسكين قتلوا يماه وباباه وجابوه للجزائر العاصمه وتربى في الجزائر العاصمه ولا شفار كما هما ولا قرصان ولا قائد كبير اسمه الرئيس حميدو. ما تقدرش تشوه التاريخ مكتوب في متاحف وفي دابا المشكله ديال الجزائري هو ان دابا حكم يماك يا رئيس حميدو. الرئيس حميدو هذا مش جزائري، لا تسب لا ما تسب هو دنماركي والو جزائري، كان حاكم الاسطول حميدو واحد يفوت يسلم. انا نهضروا دابا حتى واحد ما كيسكت ماشي كيهضر. اسمع حميدو اسمع. لا ايسلندي المهم من دول الشعب. المهم اصلا على بالك وين جات، كنا نروحوا تما لابس القراصنه اللي كنا نروحوا تما الرئيس حميدو انت الحجره سالات لك انت حرتي كاع بالجزائر. زيد سامي باش نقدروا نزيدوا ننظموا الحوار. المشكله ديال حميدو هو ان المشكله ديال الهويه الجزائري كيقلب على الهويه، وان هاد القصه هذه تسيء الى سمعه هذاك الجزائري، ولكن هو ما شافش السمعه ديالو الكرامه ديالو قد ما ركز على الهويه باش يقول لك انا عندي تاريخ وانا راه مشيت لديك البلاد ودرت ما هموش بان راه كان شفار وكان سراق، وبان اليوم التاريخ كيكتب عليه في واحد الفتره بان راه كان شفار وسراق. هادشي ما هموش قد ما همو ان يجي يبين لك بان راه كانت عنده هويه وكان حتى هو كاين وكاين موجود وكان يعني راه كان في واحد الوقت وفي واحد الفتره وكذا وكذا. كمال شد دروك ماريكان في مضيق هرمز قبل ما ينوض الحرب شكون اللي كان خلينا من مضيق هرمز، خلينا في هذه الصوره اللي جبت لنا. انا بغيت حميدو يرجع لنا ورينا الصوره عاد كمل لما كبر بغيت نشوف الصوره. الماك يعطيك في معلومات غلطه. هاي الصوره اسكت زيد نسمعوا. ايسلندا خذيو الكنوز نتاعها هزوا معاهم عباد من هنا من ايسلندا باش نوريكم هنا اللي افريقيا وصلوا لهنا والسورة حاطينها هوني كما نشوفوا هنا بالشاشيه. شوفوا الشاشيه شوفوا الطربوش. جاو قراصنة المنطقه هذه الجراندفيك المنطقه اللي موجوده في ايسلندا. قال لك فما قراصنة جاو من افريقيا وتحديدا من الجزائر. قال لك تحديدا من الجزائر في ايسلندا خذيو الكنوز نتاعها هزوا معاهم عباد من هنا من ايسلندا. في التاريخ واش من سنه؟ واش من سنه خلينا والصورة حاطينها هوني 1627 واش من سنه؟ كيما الجزائر وكيما العرب جاو قراصنة المنطقه هذه الجراندفيك المنطقه اللي موجوده وتعدوا هذه الاحداث وتحديدا من الجزائر جاو لهنا المنطقه هذه جراندفيك اللي موجوده في ايسلندا. حكات هذيك تاع لي فوق القلب هذيك تاع الجزائر العاصمه ولا ما فهم والو ما فهم والو. كيما تشوفوا هنا بالشاشيه معورينهم هكا كيما الجزائر وكيما العرب. استغفر الله. جاو قراصنة المنطقه هذه الجراندفيك المنطقه اللي موجوده في ايسلندا. قال لك قراصنة جاو من افريقيا وتحديدا من الجزائر جاو لهنا المنطقه هذه جراندفيك اللي هي موجوده في ايسلندا خذيو الكنوز نتاعها هزوا معاهم صبر خليو نصنتوا المصدر. شوفوا الاخوت اقرا شوف خليك غير صبر. اقرا ما تهضرش صافي غير بلاتي شوف اصاحبي الجيريان بيغات شتيها ولا ما شتيهاش؟ اقرا واش والله انا هذا الخوت باش نوضحوا لكم. هذا جزائري جايب الفيديو، وهذا الفيديو راه في ايسلندا اللي ماشي فينش داك اللوحه وداك الشيء اللي كتبين عليه راه في ايسلندا. كون جا واحد مروكي هذا جاي يثبت لنا ان الجزائر لا انا معاك الجيريا هذيك يلونها يكتبها مروكو. لا انا معاك هذيك ديالكم معروفين بالتلوين لا هذيك راه ديالكم اصاحبي هذيك ديالكم. كون نحى البلاكه هذيك نحى خلاص طيب. شوف دابا وليناك بغيناك تطلق لنا الفيديو باش يستافدوا هاد الناس اللي معنا كاملين من طنجة الكويره من خلصوا طلق لنا الفيديو.
وكم عارفين وكم شفتوا الفيديو غير بلاتي شوف الرئيس حميدو اليوم حرجتيني انا غادي ندير واحد التقديم وغادي نقطعو نديرو في اليوتيوب، انت غادي تجيب لنا المصدر وغنكبرك اكثر من هذا الشيء. المهم الاخوات غادي نقدموا لكم الرئيس حميدو اللي هو جايب واحد الدليل تاريخي يثبت ان الجزائر كانوا سنه 1627 كانوا مشاو القراصنة الجزائريين إلى إيسلندا ودخلوا قرية وأخذوا مالها واختطفوا نساءها واختطفوا رجالها وعادوا بهم إلى الجزائر، ومن هنا تتجلى الدولة الجزائرية. اطلق الفيديو الرئيس حميدو باش نقدروا ندوزوك في القنوات، يعني ندوزوك كمصدر رسمي. اطلق الفيديو صح كاميرا. نعم اصبر بغيت نكبرك كاع في كومبلينت تكون بوحدك في الشاشة، ما يمكنش تكون انت معايا. افتح الكاميرا الرئيس حميدو واطلق لنا. برافو سكتوا. جيو افريقيا وتحديدا من الجزائر جاو لهنا المنطقه هذه جراندفيك اللي هي موجوده في ايسلندا، خذيو الكنوز نتاعها، هزوا معاهم عباد من هنايا من ايسلندا. باش نوريكم هنايا اللي الجيريان بايرت ريتس جاو من افريقيا وصلوا لهنا والسلاح حاطينها هوني كيما نشوفوا هنايا بالشاشيه، معاملينهم هكا كيما الجزائريه وكيما العرب. جاو قراصنة المنطقة هذه الجراندفيك، المنطقة اللي موجودة في ايسلندا. قال لك فما قراصنة جاو من افريقيا وتحديدا من الجزائر جاو لهنا المنطقة هذه جراندفيك اللي هي موجودة في ايسلندا، خذيو الكنوز نتاعها، هزوا معاهم عباد من هنايا من ايسلندا. باش نوريكم هنايا اللي الجيريان بايرت ريتس جاو من افريقيا وصلوا لهنا والسلاح حاطينها هوني كيما نشوفوا هنايا بالشاشية، معاملينهم هكا كيما الجزائريه وكيما العرب. جاو قراصنة المنطقة هذه الجراندفيك، المنطقة اللي موجودة في ايسلندا. قال لك فما قراصنة جاو من افريقيا تحديدا. شكرا باش نكمل معك النقاش لانك جبتي لنا دليل مهم. يعني ثاني نقاش ما كاين لا 62 لا فرنسا لا ديكول ما كاينش غير دابا هو الحاكمين دابا انت اكبر اسطول في شمال افريقيا والبحر المتوسط الابيض اللي قدم الطياره وراسه. غير انت جزائري، انت جزائري. لا غير كنقول لك انت باش ياكدوا الناس انك جزائري، ما يقولكش مغربي، انت جزائري. قلت تحيه عمي تبون وتحيه للجزائر وتحيه المهم حيي الناس الشهداء ولا عمي تبون باش ياكدوا انك جزائري. تحيه الشهداء وتحيه عمي تبون وتحيه الشنقريحه اللي قاعدين يكفيكم ليل ونهار. هاكاك صافي دابا عاد اكدتي انك جزائري. شكرا لك السي البيرات. سي الرئيس حميد يا ديرك اكدتي انك جزائري. تبون وشنقريحه تبون عليهم كمال خويا. صافي حنا غير بغينا باش ياكد انه جزائري، ما عندناش مشكل. المهم هذا المقطع هذا غادي نديروه الجزائري كيعطينا الدليل انهم كانوا بيرات يمشيو لايسلندا يسرقوا الناس ذهبهم ورزقهم. هو كيشوف له التونسي كيقول له شوف بيرات ريد جزائريين وهو مازال كيقول لك هذا. المهم شكرا لك اودي الرئيس حميد وشكرا. قال لك كيقول لك حميدو بيرات هي قرصانه صاحبي، هي القراصنه فهمتي، يعني هما قرصان راه ما كيقالهاش بالعربيه، قالها مافيا اللهجه دروك حنا كنقولوا المافيا هي تما كانوا يقولوا قراصنه ويقولوا هذو الصوالح خاطر الجزائر كانت مافيا. برافو لك برافو لك. كنا امبراطوريه كانت باقي عند مافيا. ما يفوت على الجزائريين هذاك باش يروح يقضي صوالحو. كيما دروك امريكا كل اللي قابض العالم من مضيق هرمز، كل اللي كان قابضها قبل الحرب هذه امريكا. كانت باه يفوت بابور من ثما كاينه لازم تخلص امريكان. ثاني ثما كاين ذاك الوقت كانت الجزائر دابا مضيق هرمز، يعني مضيق هرمز قبل ما تبدا الحرب كانت امريكا اللي بغى يدوز خصو يخلص الامريكان. مضيق هرمز كانت مسيطره عليه، هي كانت مسيطره عليه ما شاء الله. يعني ودابا شنو اللي تبدل؟ دروك راهي ايران قاضته. برافو. يعني دابا كانوا يعطيو لامريكا الضرائب على مضيق هرمز باش يدوزوا ويعطيو كما كاين داك يعطيو كما الرسوم الجمركيه على بالك هذه كمان. دابا ولات شداه ايران ياك؟ وديتها ايران فهمتي. ما شاء الله. زيد كمل. اللي راه يفوت بلا علم ايران. هذه كانت كيما هكا بكري، كانت الجزائر امبراطوريه، كانت يعني فاش كانوا كيدوزوا السفن ديالكم من مضيق كانت امبراطوريه القراصنه. لا غير باش ياكد لينا، يعني فاش كانت كدوز السفن ديالكم من مضيق هرمز كنتوا تاديو الضريبه للميريكان ياك سليمان؟
واه كانت كيما هكا واه. برافو. ماشي حنايا حتى نتوما فاني. حنا ما كناش ندوزو من تما صديقي كاع اصلا حنا سالينا ذاك الطريق. واه لا بصح كي قبل ما يصرا هذا الشيء كانت الامريكان قابضات اخويا ودروك قلعتها لهم ايران وتحيا ايران من هذا المنبر فاني. معنا حتى شيعي زيد كمل. لا مانيش شيعي اختي مانيش شيعي انا على حق برك. انا انتيا لو كنت تكوني مظلومه نجي معاك. ما نحوش عليه شيعي مسلم هندي باكستاني الله يسهل عليه هذيك حاجه تخصو. انا مع الحق. انا شوف اللي يكون انا نكون مع المظلوم. هو زعما شنو نقول لك زعما يعني الا جيت نناقش مع هذا الاخ هذا غادي الاخر قتلني بعدا تاريخيا وهذا قتلني كذلك حتى في القوانين الدوليه يعني